باعتباركم تيار قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أعلنتم عن برنامج للتغيير في كردستان العراق، ماذا تريدون من وراء هذا البرنامج؟ أولا نحن لسنا في الوقت الحاضر تيار في الاتحاد الوطني الكردستاني، وإنما تيار خارج الاتحاد الوطني الكردستاني. برنامج التغيير يتلخص في فصل سلطة الحزب عن سلطة الدولة. بمعنى آخر نحاول بناء مجلس وطني خارج عن سلطة أو خارج عن قرارات المكاتب السياسية للأحزاب السياسية، بناء أو إعادة بناء سلطة قضائية مستقلة نزيهة عادلة، وضع حد لتدخل الحزب في الجامعات، في السوق. بمعنى آخر فصل سلطة الحزب عن سلطة الدولة، ومزيد من الشفافية في ميزانية حكومة إقليم كردستان، ومزيد من العدالة الاجتماعية للمواطنين في إقليم كردستان. يعني لماذا الآن جاء قراركم هذا، أو لم تعلنوا عنها قبل الآن أو بعد الآن مثلا؟ نعم، عمر التجربة الكردية حوالي 18 سنة. في انتخابات عام 1992 الأولوية كانت لبناء أو لملء الفراغ الحاصل عن انسحاب الحكومة العراقية من إقليم كردستان. في الانتخابات الأولى كانت الأولوية لبناء مؤسسات الدولة في كردستان العراقية، المؤسسات الدستورية، مؤسسات الحكومة، وملء الفراغ الإداري والسياسي والأمني الحاصل عن نتيجة انسحاب الإدارة العراقية من كردستان العراقية. في انتخابات 2005 المرحلة تغيرت والأولوية تغيرت. في ذلك الوقت كان كردستان العراقية الوضع مستقر سياسيا وأمنيا وحتى اقتصاديا، وكان كانت الأولوية لكتابة الدستور العراقي، ولذلك كان من المفروض أن يكون الخطاب الكردي خطاب موحد لتثبيت مشاركة الأكراد في جهاز صنع القرار السياسي في العراق، وتمكنا يعني بنجاح من مرور المرحلة. الآن الأولوية لمزيد من الإصلاحات الداخلية، الإصلاح السياسي، الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الثقافي. هناك من يقول، بعض المراقبين في كردستان العراق يقولون أن محاولاتكم هذه قد تسبب انشقاقا في الموقف الكردي، موقف التحالف الكردستاني، وهذا ربما سيؤدي في المستقبل إلى ضعف في الموقف الكردي في بغداد. أنتم كيف تردون على هذا القول؟ نحن لا نرى الموقف الكردي الموحد في قائمة واحدة، وإنما نرى الموقف الكردي الموحد في الخطاب السياسي الموحد. من الممكن الوصول إلى خطاب سياسي موحد مع كافة الأحزاب الكردستانية الموجودة في إقليم كردستان، وفي نفس الوقت من الممكن المنافسة للحصول على مزيد من المقاعد في البرلمان الكردستاني. بالنسبة لمشاركتكم في الانتخابات القادمة بقائمة التغيير، وهي قائمة طبعا مستقلة عن القائمة الكردستانية، وهي قائمة الحزبين الرئيسيين، أنتم يعني كيف هي استعداداتكم الآن للمشاركة في هذه الانتخابات؟ ما برنامجكم الانتخابي؟ البرنامج باختصار مثل ما قلت شرحت في بداية الحديث، البرنامج يحتوي على نقاط أساسية. النقطة الأساسية فصل سلطة الحزب عن سلطة الدولة، برلمان مستقل عن هيمنة الأحزاب، سلطة تنفيذية بأداء جيد، وسلطة قضائية مستقلة عن هيمنة الأحزاب، جامعات مستقلة عن هيمنة الأحزاب، وسوق أو اقتصاد خارج نطاق هيمنة الأحزاب. منذ أشهر تتحدثون عن هذه الأشياء، كيف ترون رد فعل الشارع الكردي تجاه خطابكم هذا، وهو بالتأكيد خطاب جديد على الساحة الكردية؟ الاستجابة كانت جيدة جدا، لأن المرحلة تجاوزنا مرحلة الخطر على، نحن في الوقت الحاضر هناك
وضع سياسي مستقر، وضع أمني مستقر، وضع اقتصادي مستقر. العلاقات بين إقليم كردستان وبين المركز علاقات جيدة مبنية على الدستور، على التفاهم المشترك وعلى الحوار والمناقشة. ولذلك آن الوقت للاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية للمواطن الكردي، على سبيل المثال الكهرباء، مياه الشرب، بناء المدارس، المراكز الصحية، وكذلك تقريب أو تقليص الفوارق الكبيرة بين الراتب الأول والراتب الأخير لدى الموظفين الحكوميين. أنتم الآن كيف تعدون أنفسكم لمرحلة ما بعد الانتخابات؟ هل ستشاركون في الحكومة إذا طلب منكم ذلك، أو ستعملون كمعارضة؟ هذا سؤال سابق لأوانه، سوف ننتظر نتيجة الانتخابات. بالنسبة لتحالفاتكم يعني مع القوى السياسية الكردية قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، يعني كيف، هل هناك قوى خارج الاتحاد الوطني الكردستاني وخارج الحزب الديمقراطي الكردستاني طلبت التحالف معكم أو المشاركة معكم في نفس البرنامج؟ لم يطلب أحد منا التحالف، ولكن في نفس الوقت نحن سوف نحاول التنسيق مع كل القوائم المطروحة في الساحة، التنسيق في مجالات المراقبة، التنسيق في المجال الإعلامي وفي المجال السياسي وفي كل المجالات، التنسيق وليس التحالف. والتحالف أو التنسيق بعد الانتخابات سوف تتوقف على نتيجة الانتخابات. بالنسبة للموقف الكردي مع بغداد، منذ 6 سنوات هناك علاقة واضحة للجانب الكردي بحزبيه الرئيسيين مع بغداد، ولا تزال هناك مشاكل عالقة. أنتم هل لديكم برنامج واضح لحل مثل هذه الأمور العالقة مع بغداد كقضية كركوك، المناطق المتنازع عليها، والعلاقة مع بغداد، يعني نوع العلاقة مع بغداد؟ نعم، هناك في برنامجنا، لا أريد الدخول في تفاصيل البرنامج، هناك برنامج لحل المشاكل العالقة مع بغداد، ولكن من حيث المبدأ سوف نلجأ إلى مبدأ الحوار وليس إلى مبدأ لغة التهديد أو ما شاكل ذلك، وإنما لغة الحوار العصري على أساس الدستور العراقي. يعني أنتم كقائمة التغيير أو التيار الإصلاحي في كردستان العراق، كيف تنظرون إلى العلاقة مع بغداد؟ هل هذه العلاقة ستكون من خلال السلطة الكردية مع بغداد، أو أنتم كتيار مع بغداد؟ هل فعلا لكم علاقة الآن مع بغداد، سواء مع الحكومة أو مع التيارات والأحزاب العراقية الأخرى؟ نحن لسنا حزب حتى ندخل في علاقات ثنائية أو علاقات ثلاثية مع أحزاب عراقية أخرى، لكن سوف نحاول أن يكون البرلمان الكردي كمرجع سياسي لحل كل هذه المشكلات، وسوف نحاول بناء مؤسسات دستورية معينة لمساءلة ممثلي حكومة إقليم كردستان أو ممثلي إقليم كردستان في بغداد حول أدائهم، حول الأداء الوظيفي لهم في بغداد. وفي الوقت الحاضر لا توجد مؤسسة مسؤولة عن مساءلة المسؤولين الأكراد الموجودين في بغداد. نحن شركاء في الحكم في العراق ولسنا معارضة. إلى الآن نحن شركاء في صنع القرار السياسي، ونحن شركاء في الوزارة، نحن شركاء في البرلمان العراقي، ولذلك مبدأ الحوار هو المبدأ المفضل لحل الخلافات والنزاعات العالقة. مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بعد فاصل قصير.